فدي حاجة برضو مهمة جدا، ان انت تبقى ماشي في الاول الناس بتستقبل، بعد كده بتنتج. reception to production و receptive to productive. طب كلمة scaffolding لما اتكلمنا عنها في السيزون الثاني في حلقة كاملة عن معنى كلمة scaffolding. تمام. scaffolding اللي هو السبورت اللي انت بتديه للستودنتس. lower levels بيستمتعوا بموضوع present practice produce لانه سلس جدا. واحنا طبعا في الحلقات الجايه هنتكلم عن احنا ممكن ازاي لعبنا في PPP وطلعنا منها حاجات تانية كتير جدا، وازاي هي ساعات بتبقى more challenging للستودنتس. النقطه اللي بعد كده خلينا نقول sense of achievement. انا لما الطالب قدامي بيحس ان هو حل وحل صح بيتراضى نفسيا، بيبقى حاسس ان هو عمل حاجه كويسه او استفاد او اتعلم والدنيا مشيت معاه شويه. بيساعدك انت كتيتشر انك تقيس البروجرس. ليه؟ في عندك كنترول براكتس وانت بتعمل مونيتورنج زي ما اتكلمنا برضو في احد حلقات الموسم الثاني عن مونيتورنج. انت ماشي بتعمل مونيتورنج، الدنيا بالنسبه لك انت شايف هما بيعملوا ايه، فقادر تقيس البروجرس بتاعهم وقادر تعمل قياس لمستوى التحسن.